عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. بقالي ياما ما صورتش فيديوهات، بقالي ياما ما وقفتش قدام الكاميرا. طبعا هنتغاضى عن السمار ده عشان في اغلبكم عارف ان انا كنت بصيف، بس يعني قلت ارجع بقى. وحشتوني، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مبروك لكل اللي نجحوا وكل اللي عدوا وكل اللي دخلوا كليات. الف مليون مبروك. النهارده معانا فيديو جديد. فيديو النهارده ما عملتوش انا السنه اللي فاتت، بس هعمله السنه دي. هنعمل حاجات كتير قوي. النهارده اساسيات لبس الجامعه. انا جبت حاجات انا كنت جايباها قبل كده ولقيتها ان هي على طول اساسيه معايا، فقلت هقول لكم تجيبوا الحاجات دي تبقى معاكم في الجامعه، لان انا بما اني مريت حوار الجامعه والنزول والطلوع والفرهده، فهعمل لكم كذا جزء. فده هنعتبر ان ده بارت 1 من اساسيات لبس الجامعه. اوكي، اول حاجه كده عايزه اقول لكم عليها ان هي اساسيه، وانا حرفيا انبهرت بيها، ان انا ما بطلتش ان انا اشتريها وكل ما بنزل بجيبه. الشميزات، معاكي الابيض، معاكي الاسود، معاكي الموف، معاكي الازرق، اي لون شميز بتجيبيه بيليق معاكي على اي حاجه. بس طبعا اللون الاساسي الابيض والاسود، بس انا افتكرت ان عندي جايبه البيربل ده وجايبه اللبني او الازرق. دول اساسيين يا بنات، اساسيين اساسيين اساسيين. اول حاجه تجيبيها ليه؟ ده لو انتي جيتي ساعه الكليه مثلا، او عموما مش شرط الكليه، جيتي ونزلتي علشان تلبسي مثلا رايحه للكليه وعايزه حاجه خفيفه، تلبسي اي تيشيرت على اي بنطلون، وانتي محجبه مثلا وعندك تيشيرت نص او تيشيرت قصير شويه، تلبسي الشميز. لو نص بيداري الكم، لو قصير بيبقى طويل شويه. فحرفيا الشميزات من اكتر الحاجات المهمه اللي لازم تجيبيها. فاول حاجه لازم تجيبها الشميزات. عايزه اقول لكم ان انا بصوا الصوره دي انا كانت تيشيرت نص كم يعني مش طويل، مش هنقول قصير، بس كان نص كم وانا ما بلبسهوش، فجبت الشميز لبسته من تحتيه. حرفيا مهمه جدا جدا جدا. في ناس هتقولي ما في حاجه اسمها مكملات حجاب، عارفاها، بس الشميز احسن، انا برتاح في الشميز اكتر. فدي اول حاجه. نيجي لتاني حاجه بقى، وهي اهم حاجه برضو لازم تجيبيها علشان هتنفعك كتير قوي 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 لو انت بتنزلي كتير، وهي التيشيرتات اللي هي الكم. التيشيرتات الكم، بصوا التيشيرت ده انا لسه شارياه جديد ما لبستوش، بس التيشيرتات الكم دي على اي بنطلون بوي فريند، اي بنطلون وايد ليج وكده وطرحه، خلاص الموضوع خلص، انت كده نازله. فده التيشيرت اللي انا جبته. فدايما حاولي تجيبي التيشيرتات اللي هي بكم دي لو انت محجبه، واللي هي 3/4 كم لو انت مش محجبه. بصوا ده تاني حاجه. تالت حاجه معانا، وهي اصلا انا كنت جايباها قبل كده ولما لقيتها مريحه بصراحه جبتها تاني، التيشيرت ده. التيشيرت ده اغلبكم عارفه، او اللي ما يعرفوش فالتيشيرت ده عباره عن تيشيرت اوفر سايز، بيبقى 3/4 كم كده، بس بيبقى مريح يا بنات، بيبقى مريح بطريقه رهيبه. انا هوريكم صورته هنا، كنت لابساه وبيليق على اي حاجه. يعني انا كنت لابساه رايحه بيه فرح، تلبسيه على بنطلون وايد ليج قماش، بنطلون وايد ليج جينز، على اي بنطلون، وبتتنيه كده من الجنب وبتلبسيه بيبقى تحفه. انا جبت ده السنه اللي فاتت، جبت ده السنه دي. بصوا جبت ده السنه دي، ده بقى اوسع وكم طويل شويه عن التاني. قلت عشان ده هنزل بيه الجامعه هيبقى مريح جدا، ودول عمليين جدا 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 جدا، وبجد من احسن الحاجات اللي انا جبتها. وعلى فكره سعره مش غالي خالص، يعني ده انا كنت جايباه تقريبا ب 150 جنيه تقريبا. رابع حاجه معانا اللي بقى هي اساسيه بجد، والله بجد يا جماعه، الاندر شيرت. عايزه اقول لكم الاندر شيرت بينفع في كل حاجه. يعني انا جايبه هنا الاندر شيرت، بس انا جايباه بكم لان انا محجبه، فبحتاج الكم اكتر من النص واكتر من القط. فالاندر شيرت ده جبت الاسود وجبت الابيض وجبت الطويل وجبت القصير وجبت اللي برقبه وجبت اللي من غير. يعني ده برقبه وطويل، يعني ده حرفيا بيجي لحد ركبتي، ده من غير رقبه وقصير، بس حرفيا الاتنين عمليين جدا 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 جدا، يعني ما بستغناش عنهم. ده انا ساعات بلبسه على بنطلون بوي فريند وكده، وعليه اي كارديجان او اي حاجه مثلا نص ولا حاجه، وبنزل بيه بيبقى شيك جدا 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 في اللبس ومريح قوي قوي قوي. بعد كده بقى نخش على البناطيل. اول بنطلون معاكي وهو اساسي 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 انت تجيبيه، بنطلون الوايد ليج. انا جايبه البنطلون العادي اهو، بس جايباه في شغل كده من الجنب، يعني بصوا في زي اسمها ايه، قفازات او حاجات كده من الجنب، حرفيا بتخليه شكله في اللبس تحفه. اللون
التلج ده كمان انا ما لبستوش قبل كده، فده جديد عليا يعني، بس تحفه بجد. فالبنطلون الوايد ليج اساسي معاكي. جبت منه كمان القماش وايد ليج كده، بس مريح بطريقه. انا حرفيا ده بلبسه اقسم بربي يا بنات، بلبسه وبنزل بيه على تيشيرت كده يعني يا دوبك بعد القمر بشويه، وبنزل بيه بيبقى تحفه وشيك شيك 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 ومريح بقى. يعني انا البناطيل دي جبت منها ياما لان هي مريحه جدا جدا في الكليه. انت في الكليه مش هتطيقي الجيب، مش هتطيقي الفساتين، مش هتطيقي نفسك اصلا. فحرفيا حرفيا لو انت نازله جامعه هاتي بناطيل، هاتي بنطلون وايد ليج، بنطلونين بوي فريند، الحاجات دي هتنفعك جدا جدا جدا. والبنطلون ممكن تلبسي عليه كذا طقم فما يبانش ان هو اصلا نفس البنطلون يعني. نيجي بقى نروح قلبي. البنطلون ده انا كنت جايباه من فتره بس هجيب منه تاني، اللي هو البوي فريند. بصوا هو كاتنج كده بس حرفيا مريح قوي يا بنات. يعني انا عايزه اصوره لكم، مريح مريح مريح. هو كاتنج كده ومتبطن، يعني حتى لو الخيط ده اتقطع هو متبطن من جوه فما بيبينش منك اي حاجه. حرفيا تحفه تحفه تحفه. وده بقى بقيت بلبسه في اغلب نزولاتي، اقسم بربي بقيت بلبسه في اغلب نزولاتي. علشان كمان بقى يعني ايه برضو ساعات هزق من البناطيل، فجبت الجيب. جبت الجيب دي كانت طالعه ترند اصلا الفتره اللي فاتت، بس انا جبتها ولسوء حظي ان انا ركنتها. فبعدين بعد ما ركنتها قلت لما لبستها وكده رجعت عجبتني، قلت بنزل اجيب منها تاني بس اشكال تانية، بس نفس التفصيله دي. التفصيله دي اللي هي زي السمكه كده، اللي هي ضيقه كده ونازله على واسع. هي مش ضيقه مجسمه، بس هي ضيقه ونازله على واسع، فيها كسره من تحت كده. حرفيا تحفه. وكنت جايباها برضو تقريبا ب 150، وحرفيا تحفه تحفه. فده الجزء الاول من اساسيات لبس الجامعه. طبعا لسه هنجيب حاجات تاني ولسه هنعمل حاجات تاني، بس ده الجزء الاول وده فيديو العوده. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك الجميل، الاشتراك في القناه عشان تكونوا مني كل جديد، تعملوا شير للفيديو ده عشان نرجع تاني نعمل فيديوهات. واستنوني بكره في مشتريات الدراسه. انا جبت حبه حاجات خطيره هتعجبكم جدا. جبت اقلام رصاص على شكل بلور ولؤلؤ وفصوص كده، تحفه تحفه. وجبت ستيك نوت شكلها خطير. مش هقول لكم انا جبت ايه عشان تشوقوا. فبس كده ده الفيديو بتاعنا النهارده. عليكم الفيديو ما تنسوش اللايك جميل، اشتركوا في القناه عشان تكونوا من جديد، تعملوا شير الفيديو ده عشان جدا جدا.